في تكنيكس كده باذن الله هبدا اشتغل بيه في الكورس اللي جاي. التكنيك ده تحفه جدا 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 جدا. يعني مش عارف، انا مش عايز احرق كل حاجه، بس يعني الجزء ده تحفه. هبدا اشتغل معاك فكره ان طبعا احنا قبل ما انت تحجز في الكورس او قبل ما انت حاضر بتتجبل في الكورس، بكون موجود معاك، بنعمل جلسه كده دردشه مع بعض، اخد كده مشاكلك وكلاكيعك والاجزاء اللي انت كارهها في نفسك والحاجات اللي انت عايز تغيرها واللي انت مستهدف الكورس دوت علشان خاطرها، واجي بعد كده يا اما انت بتكون موجود معانا في الكورس واقول لك ان الكورس هيفيدك في الاجزاء دي، يا اما اقول لك لا ان الكورس مش هيفيدك في ده، فيا اما ارشح لك كورس ثاني، يا اما اقول لك تقدر تسترد مقدم الحجز بتاعك وتتفضل. يعني ده اللي انا بعمله. فتبدا تعمل ايه؟ بعد ما انت يتعمل معاك الجلسه دي وتقول كل مشاكلك، انا بمسك مشاكلك دي وهندلها واشكلها ومش عارف ايه، وبعد ما نخلص الكورس، هاجي بعد ما اخلص الكورس وهاجي اقترح عليك واقول لك فلان، هجيب لك اسم شخص، فلان الفلاني عنده مشكله الفلانيه، المشكله دي 1 2 3 4 وبيحصل معاه كذا كذا كذا، وتخيل ان انا الشخص وهبدا احكي لك مشكلتي وهقول لك ان 1 2 3 4 5 6 7 8 وهجيب لك كل تفاصيل المشكله. بعد كده تيجي انت تعمل ايه؟ بناء على الدراسه اللي انت بتدرسها معايا وكم المعلومات اللي انت اخدتها معايا، فتحط لي انت الخطوات بتاعه الحل. يعني على فكره انت مش بتاخد معايا الكورس فتغير من شخصيتك بس، لا، انت بتغير شخصيتك وكمان بتبدا وانت موجود في الكورس تبقى عقلك شغال علشان خاطر في اي لحظه لو حصلت معاك اي مشكله تعرف تغير مشكلتك او مشاكل الناس وتحل مشكلتك ومشاكل الناس، فما تحتاجليش فيما بعد في الاجزاء دي لان انت اصلا بقيت عارف هتعملها ازاي. فتيجي بعد كده انت تعمل ايه؟ انت كشخص حاضر معايا الكورس تيجي تعمل ايه؟ تقول لي الحل بتاعها انك يعمل 1 2 3 4. طيب اصلا انا بيحصل معايا مشكله، احط لك مشكله ثانيه، فتروح تحط لي حل ثاني كذا 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 لغايه ما تحط لي، احط لك مشاكل وتحط لي انت الحلول. ولما تيجي انت تحط لي الحلول بعد ما اخلص اقول لك مبروك عليك، انت كده حليت مشكله نفسك، لان المشكله دي كانت بتاعتك في بدايه التدريب من اول محاضره احنا حضرناها مع بعض او قبل ما نقعد مع بعض في المحاضره. لما كنت عامل معايا الدردشه دي كانت مشكلتك زمان، ودي انت اديت لنفسك الحل. فاذا فيما بعد تبقى عارف ازاي تحل مشاكلك وتمسك تفصيليا وتبدا ترتب المشاكل والدوشه اللي بتبقى حاصله في دماغك. وده اللي ان شاء الله هنبدا نكون موجودين مع بعض في الكورس ده.